على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، لا زالت الآلاف من رؤوس الأغنام المستوردة تتوافد على أسواق بيع المواشي بجل المدن المغربية، كتدبير حكومي الهدف منه توفير عرض كاف من الأضاحي للمواطنين والمحافظة على القطيع الوطني الذي تضرر جراء شح التساقطات المطرية وارتفاع كلفة الأعلاف. هذا الإجراء الاستثنائي الذي أقدمت عليه الحكومة عبر تقديم دعم مالي للمستوردين محدد في 500 درهم عن كل خروف، كان له وقع مباشر على الأسواق، حيث لاحظ جل المغاربة وجود الأضاحي بوفرة مؤخرا، الشيء الذي انعكس بشكل ملحوظ على أسعار البيع، مما كبد الشناقة والوسطاء خسائر كبيرة بعدما كانوا يمنون النفس في استغلال الظرفية الحالية لتحقيق أرباح كبيرة، خاصة وأن الجميع كان يتحدث قبل بضعة أسابيع عن غلاء غير مسبوق في إسعار الخرفان. لكن ما يثير القلق حاليا هو ارتفاع أصوات مجموعة المربين المغاربة المطالبين بضرورة وقف الاستيراد وسحب جزء من الأضاحي الأجنبية من الأسواق، لكون الأسعار الحالية من شأنها أن تكبد الكسابة خسائر فادحة، إذ لا يغطي ثمن البيع كلفة الإنتاج، علم أن هناك حديث عن وجود شحنات أخرى من المواشي لا زالت تشق طريقها نحو المملكة. ويضيف المهنيون أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد بالنسبة للكبش الإسباني الحي محدد في 57 درهما، بينما يبلغ ثمن خروف من سلالة تمحضية 67، بينما الصردي يرتفع إلى 69 درهما، مما يجعل المنافسة غير شريفة حسب تعبيرهم.